وارد جدا تبدأ مشوار وتعمل فيه جهد، بس في الآخر تلاقي نفسك في الاتجاه الغلط. مش معنى انك بذلت جهد انك لازم توصل دلوقتي حالا في الوقت اللي انت محدده. بتحاول مرة وتفشل، مرتين وتفشل، 3 4 يمكن 10. النتيجة مش دايما في صالحك، بس تفتكر لو غيرت الطريقة ممكن النتيجة دي تتغير. فيها ايه يعني لو ادركت في الوقت المناسب ان المجهود اللي انت عملته استفادتك منه كانت في التجربة، وانك اتعلمت كتير جدا على مدار الرحلة. الاهم انك تعرف امتى توقف وتبدأ من جديد. البداية الجديدة لازم تكون محسوبة صح ومتقدر فيها كل خطوة بتوقيتها الصح. لا يا باشا، لف وارجع تاني، الطريق ده مسدود. الطريق التاني سالك. وبرضه ده أكيد مش معناه النجاح، ده بس معناه الاستمرارية والالتزام. استمرارية في الهدف اللي انت بدأته من الأول. محتوى مجاني بتعلم بيه طلبة أولى وتانية ثانوي ازاي يفهموا رياضيات صح، وازاي كمان يوصلوا لهدفهم، بس المرة دي بطرق علمية أحدث ومدروسة كويس.